أهلا بيكم معانا في تحليل جديد. النهاردة هنتكلم عن تجربة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، يعني بناء على مقال بيجمع آراء المشجعين بعد حوالي موسمين ونص قضاهم هناك. هنحاول نفهم وجهات النظر المختلفة. هل الخطوة دي يعني أضافت فعلا لمسيرة رونالدو ولا لأ؟ في ناس من محبي الدون بيقولوا إنها كانت نهاية مؤلمة، شايفين إن النتيجة النهائية خصوصا من ناحية الألقاب يعني متضيفش حاجة تذكر لمسيرته الكبيرة. طيب خلينا نبدأ بالنقطة دي. فعلا، والمقال بيوضح ان في احساس بالاحباط عند جزء من الجمهور. يعني البعض بيتسائل لو كان راح فريق تاني زي الهلال مثلا اللي حقق نجاحات اكتر في نفس الفترة، كان هيبقى افضل لمسيرته. المقال بيقول ان الاحباط ده جاي من ان النصر ما حققش الالقاب الكبيرة اللي كانت متوقعة، ده بالرغم من محاولات رونالدو انه ينهض بالفريق اللي كان بيواجه حسب كلام المصدر ازمات متراكمة. وفي ناس الموضوع بالنسبة لهم أكبر من مجرد إحباط. المقال بينقل آراء بتقول إن التجربة دي يمكن شوهت مسيرته. الحجة بتاعتهم إن رونالدو يعني قدم كل اللي عنده، بس الفريق ككل ما جاش في المواعيد المهمة، وده أدى المشاهد زي ما المصدر بيوصفها الانكسار والبكاء أمام الملايين في آخر لحظات المنافسات. ده كلام كبير بصراحة. كلام كبير وتقييم حاد، صحيح، وبيركز بشكل أساسي على فكرة البطولات. بس المقال كمان بيعرض وجهة نظر تانية خالص، وهي دي نقطة مهمة جدا في الحوار ده. هل القصة كلها بس كؤوس وألقاب؟ في ناس شايفة إن مساهمة رونالدو أكبر من كده بكتير. وهنا بقى نوصل للجانب التاني اللي بيتكلم عنه المصدر. طيب إيه هي المساهمة دي من وجهة النظر المختلفة دي؟ مجرد وجوده لفت أنظار العالم كله، وشجع نجوم عالميين تانيين إنهم يجوا، وده رفع قيمة الدوري السعودي بشكل يعني ضخم جدا، وخلاه حسب المقال من الدوريات الأهم والأعلى قيمة في العالم. فالتأثير ده التأسيسي ده ممكن يكون أهم من أي لقب من وجهة النظر دي. يعني الإرث هنا بيتقاس بتأثيره على المنظومة كلها، مش بس بعدد البطولات اللي خدها هو أو النادي. ده بيغير معايير التقييم تماما، كأن التأثير العام ده هو اللقب الأكبر ليه هناك بغض النظر عن الكؤوس الفعلية. بالظبط، هو ده الطرح اللي بيبص للصورة الأكبر، البصمة اللي بيسيبها لاعب بحجم رونالدو على ثقافة الكورة وعلى صورة البلد وعلى جذب الاستثمارات والمواهب. دي كلها أمور ممكن تكون نتائجها أعمق وأطول بكتير من إنه يكسب بطولة أو اتنين في آخر مسيرته. والمقال كمان بيقول إن رونالدو نفسه لمح إن الفترة دي قربت تخلص، وده بيخلي لحظة التقييم دي مناسبة دلوقتي. من التجربة دي في روايتين أساسيتين. الأولى هي رواية خيبة الأمل بسبب عدم الفوز بألقاب كبيرة، وإزاي ده ممكن يأثر على إرث اللاعب عند البعض. والتانية هي رواية التأثير الضخم التحويلي على الدوري السعودي ومكانته العالمية، وده تأثير أكبر من مجرد حسابات مكسب وخسارة في الماتشات النهائية. وده بيخلينا قدام سؤال مهم جدا المقال بيلمله وبيسيبه مفتوح. التاريخ هيقرأ الصفحة دي من مسيرة رونالدو إزاي؟ هل هيتحكم عليها بعدد الميداليات اللي زودتها في دولابه، ولا بالأثر الأوسع الاقتصادي والثقافي والرياضي اللي عمله في بيئة كروية كاملة؟ في الآخر، تعريف كلمة نجاح أو إرث في حالات زي دي هو السؤال الأهم اللي السنين اللي جاية هي اللي هتجاوب عليه.